السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الكرام في فيديو جديد على قناتكم كرة تايم. بإذن الله شباب، في فيديو اليوم نتعرف على الصفقة التي حرم منها باريس سان جيرمان برشلونة. وقبل أن ندخل في التفاصيل ياريت نبدأ بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. تلقى نادي برشلونة الإسباني ضربة قوية بشأن التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل خلال الفترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وكان نادي برشلونة قد يرغب في التعاقد مع الموهبة البرازيلية غابرييل موسكاردو لاعب فريق كورينثيانز خلال الفترة المقبلة، وسط اهتمام من باريس سان جيرمان الفرنسي. وقال أغوستو ميلو الرئيس المنتخب لنادي كورنثيانز خلال تصريحات صحفية: لسوء الحظ فقد حانت النهاية، عقله في مكان آخر، نحن أعطينا له حرية الاختيار وسيكون سعيدا. موسكاردو ذاهب إلى باريس. موسكاردو لاعب أمضى وقتا قليلا في عالم كرة القدم الاحترافية، وكنت أتمنى أن يبقى معنا لفترة أطول. وأما عن تفاصيل العقد، دخلت المفاوضات بين الأطراف المراحل الأخيرة، ومن المتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلى 25 مليون يورو. وهكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.